السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ حبيت اعمل عاشوره لكن ما كانش عندي قمح صراحه، فقلت خلاص اعمل حاجه تانية وهي رز معمر لكن حلو مش حادق. كل اللي هتحتاجيه معاكي لبن، تكوني جايباه من عند اللبان عادي ولا مغلي ولا اي حاجه. ايه كده كده هيستوي معايا، كده كده هيغلي معاكي في الفرن. تاني حاجه معاكي رز متنقع كويس مغسول. تالت حاجه معاكي كيس فانيليا. حاجه بقى معاكي القشطه اللي احنا بنخزنها، اللي هي بتبقى من فوق الوش لبن، دي ما بتغلي لبن وتشيليه في التلاجة، بعد ما اللبن يبرد في التلاجة وتسيبيه يوم بتطلعي القشطه اهي. انا بخزنها عندي، يعني بعملها سندوتشات، وكمان بتنفعني في الحلويات قوي صراحه. بشيلها في الفريزر، ما ينفعش في التلاجة من تحت لانها ممكن تبوظ. تالت حاجه معانا سمنه بلدي، الزبده اللي هي بنجيبها ونسيحها. حاجه بقى معانا هي السكر، والسكر ده حسب ما بتحبي، يعني تكون مسكره قوي او لا. انا بحب الحاجه تكون مظبوطه، ولا اللي هي اللي مسكره ولا هي اللي حادقه يعني. دي احلى حاجه فيها ان هي سريعه. اول حاجه هنحطها نسمي الله وننزل بالرز. تاني حاجه هننزل باللبن بسم الله، ولو حسيتيه قليل عادي ممكن تزودي لبن او ميه على حسب ما تحبي. هي كده مظبوط. نضيف كمان الفانيليا والسكر كمان. لو عندك سكر ابيض حطيه، لكن انا كان عندي السكر الغامق ده فحطيته، هو حلو مش وحش. وهحط سمنه بسم الله، هي معلقه. احط كده معلقتين، ممكن تحطي اقل طبعا، دي يعني فيها بس زبده مفيهاش حاجه، انا عادي كده كده باكلها بالزبده. احط كمان معلقه قشطه كده فوق الوش، يا سلام. وبعدين هقلب الكلام ده كله في بعضه. طعمها حلو جدا على فكره، هي مفيده قوي للاطفال لكن صراحه بتكون تقيله. لو عندك طواجن حطي في طواجن كده. خلاص انا مش هحتاج اني احط تاني قشطه صراحه، لانها كده ما شاء الله شايفين الحاجات طعيمه كده فوق الوش. هحطها بقى في الفرن، وبعد ما تطلع ان شاء الله هوريها لكم باذن الله على درجه حراره 180، وبعدين هوطي لحد 160 وهسيبها مع نفسها. بس طبعا هخلي بالي لان اللبن بيفور، فهبقى مراقباها كده. حبايبي خلاص طلعت من الفرن، قعدت حوالي نص ساعه في الفرن. رايكم ما شاء الله ريحتها جميله جدا. هطلعها بقى في طبق تقديم وهوريها لحضراتكم في الاخر. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه. اشوفك ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.